يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاع النهاردة. في حلقة النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، الا وهو احنا هنستغل الاجازة ولا هنضيعها زي كل سنة. لو انتوا زيي او يعني زي اغلب الاشخاص اللي هي بتضيع الاجازة الصيفية بتاعتها من غير ما بتعمل حاجة مفيدة، وبعد كده اول ما بتيجي المدرسة بترجع تندم ان هي ضيعت الاجازة من غير ما تعمل فيها اي حاجة مفيدة، يبقى الفيديو ده ليكم. عشان في حلقة النهاردة انا هديكم مجموعة من الأفكار اللي لو طبقتوها صح هتقدروا إنكم تستغلوا الأجازة بتاعتكم. ومش بس كده، لو انتوا عملتوا الحاجات دي خلال الأجازة انتوا هتغيروا حياتكم ومستقبلكم كله حرفيا. فاتفرجوا على الفيديو للآخر، ودلوقتي يلا نبدأ. نتفق عليها قبل ما نبدأ الفيديو خالص، هي ان احنا ما ننساش برضو الهدف الاساسي من الاجازة، اللي احنا نستريح ازاي؟ نستريح ذهنيا وجسديا من المذاكرة، من الدروس، من المدرسة، من كل الحاجات دي. فبرضو انتوا لازم تاخدوا بريك في الاجازة وتريحوا نفسكم كده شوية. بس انا حاسة ان احنا سيبنا وقت طويل جدا، يعني خلاص كل الناس واخدة اجازات من زمان، بقالنا اكتر من شهر، فخلاص احنا ارتحنا ولعبنا وعملنا خدنا بريك. فدلوقتي احنا نبتدي بقى ناخد نعمل حاجات في الاجازه نغير بيها مستقبلنا ونطور من نفسنا خلال الاجازه. وده بقى اللي هقوله لكم في فيديو النهارده. اول حاجه تقدروا تعملوها خلال الاجازه هي انكم تاخدوا كورسات. في كورسات كتيره جدا موجوده على مواقع مجانيه وبتدي شهادات معتمده دوليا، زي مثلا كورسيرا ويوديمي وغيرهم كتير من المواقع. وكمان في كورسات تانية من جوجل، يعني في الماركتينج، في الديجيتال ماركتينج، وفي حاجات كتيرة جدا تقدروا تاخدوا فيها كورسات من جامعات معتمدة، وبتديكم شهادات طبعا معتمدة دوليا. وده طبعا بتنفعكم بعد كده في مستقبلكم، بتحطوها في السي في بتاعكم، وبتبقى يعني حاجة حلوة للمستقبل بتاعكم، وكمان هتزود فرص العمل بتاعتكم في المستقبل. فطبعا في مجالات كتيرة طبعا تقدروا تاخدوا فيها كورسات. عندكم ماركتينج، عندكم ديجيتال ماركتينج، كمان عندكم مثلا اللي هي مثلا التايم مانجمنت سكيلز. كل الحاجات دي تقدروا تاخدوا فيها كورسات. الحاجات اللي مهمة جدا تعملوها خلال الأجازة هي إنكم تحاولوا تتعلموا لغة جديدة. بجد يعني اللغات دلوقتي ما عادتش اوبشن يا جماعة. الانجليش مش ما عادش اللغة الوحيدة في العالم، ويعني كل الناس دلوقتي بقت بتتكلم انجليش. فطبعا لازم انتوا تبتدوا يبقى عندكم لغة واتنين وتلاتة عشان تلاقوا بعد كده لنفسكم فرص في سوق العمل، لان سوق العمل بتاع بكره بيتطلب حاجات كتيره جدا. وكمان مش اللغات اللي هي زي اللغات كمان اللي احنا بنتكلمها بس، لا، كمان لغات تانية زي لغات البرمجه. دي مهمه جدا وممكن تكون اهم في المستقبل من اللي هي اللغات العاديه اللي احنا نعرفها، الانجليش والاسبانيش والفرنش والحاجات اللي احنا بنتكلمها. لغات البرمجه مهمه جدا. فطبعا لو عايزين تبتدوا تتعلموا برمجه هتبقى حاجه حلوه جدا. وفي مواقع كتيره جدا بتعلم برمجه مجانيه، وفي كمان قنوات على يوتيوب، مش مواقع بس. تقدروا كمان زي ما قلت لكم تتعلموا لغات، وفي مواقع حلوه جدا بتعلم لغات، واشهرها اللي هو الموقع والبرنامج بتاع بوسو، تحفه تحفه تحفه. انا نفسي بتعلم عليه الانجليش، وصلت دلوقتي لبي 1، ويعني دلوقتي في الليفل بتاع بي 1، وكنت بتعلم عليه سبانيش، وفي لسه في اي 1. فطبعا المواقع دي تحفه جدا، وبتعلمكم فعلا اللغه بطريقه حلوه وسهله، ومش مجرد حفظ كلمات وبس، لا، انتوا بتحفظوا كلمات وبتاخدوا اكسرسايز، وبعد كده بيدوكم شهاده في اخر يعني في اخر الكورس بتاعكم بتاخدوا شهاده، وبرده شهاده معتمده. فتخيلوا انكم تقدروا تطوروا من نفسكم ومن مستقبلكم بمصادر مجانيه موجوده عندنا كلنا من موبايلك في الوقت اللي انت عايز تتعلم فيه براحتك. وكمان من جامعات معتمده، من جامعات كبيرة. يعني انتوا مثلا موقع زي كورسيرا فيه كورسات من جامعات زي هارفرد، جامعة هارفرد، في جامعات تانية زي ستانفورد واريزونا. دول كلهم بيقدموا كورسات مجانية على كورسيرا. وفي جامعات تانية طبعا غيرهم كتير جدا، ومعاهد دولية، وكل الحاجات دي تقدروا تتعلموا من خلالها زي ما قلت لكم من غير ما بتدفعوا ولا جنيه. وحتى لو في كورسات بيكون يعني بتبقى ليها بتدفعوا لها فلوس، بتعملوا حاجة اسمها الدعم المالي، وبتاخدوا الكورس ده بالمجان بالكامل. وطبعا لو عايزين تعرفوا اكتر عن موضوع كورسيرا ده اكتبوا لي في الكومنتس، وانا هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو كامل عن يعني عنه لو عايزين. الحاجه اللي معانا يا جماعه بعد كده هي اننا نعمل جلو اب خلال الاجازه. طبعا جلو اب كلنا مرتبط في دماغنا جلو اب اللي هو المظهر الخارجي بس، لا، في كمان جلو اب للمايند بتاعتنا، للعقليه، للفكر بتاعنا، لشخصيتنا. مثلا لو انت شخص ما عندكيش شخصيه،
يبقى لازم تبتدي تشتغلي على شخصيتك خلال الاجازه، تبني شخصيتك المستقله، ما تبقيش ماشيه كده ورا اي حد وخلاص. لازم يبقى عندك شخصيتك المستقله. مثلا لو انت ما عندكيش اصلا ثقه في نفسك، لازم تتعلمي تكوني واثقه من نفسك. اتعلمي ازاي تكوني واثقه من نفسك. وفي ناس كتيره جدا بتشرح المواضيع دي وبتقولك ازاي، تديكي تبس كده ازاي تكوني واثقه من نفسك، ازاي تبني شخصيتك، كل الحاجات دي. فمش عيب اللي احنا نبتدي نتعلم الحاجات دي، بالعكس حاجه من الحاجات الحلوه اللي نعملها في الاجازه هي اللي احنا نطور من شكلنا ونطور من شخصيتنا ونحل اي مشكله عندنا. يعني مثلا لو انا دلوقتي شخص عندي مشكله في حاجه معينه، اللي انا مثلا خطي وحش، طب ليه ما اروحش اخد كورس خط مثلا واحسن خطي خلال الاجازه؟ مثلا لو عندي مشكله مع عيلتي مثلا، او مع صاحبتي او مع اي حد، ليه ما احلش المشكله دي خلال الاجازه؟ فطبعا الاجازه حاجه حلوه جدا اللي احنا نحل فيها اي مشكله عندنا. حدد المشكله اللي موجوده عندك وحاول تحلها خلال الاجازه. يعني لو علاقتك وحشه باهلك حاول تحسنها، علاقتك وحشه بصاحبتك او مثلا عندك مشكله مع واحده انت بتحبيها، حاولي تصلحي علاقتك بيها، يعني لو تستاهل يعني. وبس لو عندك مثلا مشكله خطك وحش، ما عندكيش مثلا شخصيتك ضعيفه، ما عندكيش ثقه في نفسك، ابتدوا اشتغلوا على المشاكل دي وحلوها خلال الاجازه. بعد كده ودي بجد اهم حاجه في فيديو النهارده يا جماعه، هي ان انتوا لازما تقووا علاقتكم بربنا. لازم نشتغل على علاقتنا بربنا على طول، طول السنه، مش في صيف ولا في شتاء ولا في اجازه ولا كده، لا على طول لازم تقوي علاقتك بربنا وترجعي له في اي وقت. بس طبعا دلوقتي احنا عندنا اجازه وفاضيين، فتقدري تعملي شويه حاجات زياده. لو انت مش بتقدري مثلا في خلال المدرسه تحفظي قران، روحي المسجد واحفظي قران، او روحي كتاب وابتدي احفظي قران. دي بجد احسن حاجه انت هتعمليها في حياتك وهتعمليها لنفسك، لان القران ده بعد كده في يوم القيامه هيكون شفيع ليكي. هتيجي مثلا اهلك يعني والداكي هيلبسوا تاج من النور يوم القيامه، انت هتلبسي تاج من النور يوم القيامه، هتقراي القران ده وترتقي بيه درجات في الجنه. فطبعا احسن حاجه تعمليها في حياتك هي انك تحفظي قران. وبجد لو انت ما حفظتش قران لحد دلوقتي، ابتدوا من الاجازه دي، ابتدوا انكم تروحوا المسجد وتحفظوا قران. طيب مثلا ابتدوا ثقفوا نفسكم دينيا. في ناس كتيره جدا دلوقتي ما بقاش عندها اي معلومات دينيه، مثلا مش عارفه مثلا عن الغزوات، مش عارفه عن الصحابه، مش عارفه عن سيره النبي الرسول عليه الصلاه والسلام. فطبعا ابتدوا ثقفوا نفسكم دينيا، اعرفوا ايه هو الحلال ايه هو الحرام. الحاجات دي كلها بجد مهمه جدا جدا جدا. في ناس مثلا تقدروا تتعلموا مثلا تجويد. الحاجات دي كلها حلوه جدا ومهم انكم تتعلموها، وكل ما اتعلمتوها في سن صغير هتبقى احسن لكم. يا جماعة حلوة جدا انكم تعملوها خلال الاجازة، هي انكم تبتدوا انكم تعملوا البيزنس بتاعكم خلال الاجازة. في ناس كتيرة جدا عايزة تفتح مشروع، عايزة يبقى معاها فلوس وعايزة تبقى مستقلة ماديا وكل الكلام ده. فطبعا تقدروا حاجات كتيرة جدا دلوقتي بقت تقدروا تشتغلوا اونلاين، مثلا زي مودريتور، انكم تمسكوا بيدج مثلا بتاعت محل او كده وتديروها. بيدي فلوس حلوة ومربحة، يعني ممكن مرتب يوصل ل5000 وانت قاعدة في البيت كله اونلاين ما بتنزليش. مثلا تقدري انت مثلا تعملي حاجات انت وتبيعيها، مثلا زي اكسسوارز مثلا، او تفتحي براند بتاعك مثلا، سواء براند هدوم، براند اكسسوارز، براند مثلا ورد، حاجات هدايا كده. كل الحاجات دي دلوقتي بجد عليها طلب كتير جدا وبتدخل فلوس كويسه. فابتدوا شوفوا حاجه انتوا حابين تعملوا فيها البيزنس بتاعكم، واعملوا دراسه كده للموضوع الاول واتكلوا على الله وافتحوا المشروع بتاعكم. وصدقوني هتجيبوا منه فلوس كويسة جدا. وممكن اصلا لو انتوا مش عايزين تعملوا كل ده، ممكن مثلا تفتحوا قناة على يوتيوب، ممكن مثلا تعملوا مثلا تشتغلوا في مواقع بتاعة الترجمة، تترجموا حاجات. بس ده طبعا عايز سكيلز زي ما قلت لكم ان انتوا يبقى معاكم لغات. فلو انتوا اساسا الناس مثلا معاكم لغة انجليش مثلا او اسبانيش او فرنش او اي لغة، ممكن تشتغلوا في مواقع بتاعة الترجمة ترجموا حاجات، او مثلا تشتغلوا في تعملوا مونتاج لناس. طبعا في حاجات كتيرة جدا تقدروا تشتغلوها اونلاين. اللي معانا بعد كده يا جماعه هي انكم حاولوا تتعلموا هوايه جديده خلال الاجازه. يعني مثلا ابتدوا تتعلموا طبخ خلال الاجازه، مثلا العبوا كرة قدم، كرة سلة، روحوا الجيم، العبوا رياضة في البيت زي مثلا بيلاتس. والحاجات دي بتكون بجد يا جماعة بتفرق جدا جدا في جسمكم وفي طاقتكم، وخصوصا الرياضة. يعني لو انتم مش بتلعبوا رياضة خالص، لا ده الوقت انكم تبتدوا تلعبوا دلوقتي. هتحسوا في الاول الموضوع صعب، بس صدقوني بعد كده انتوا لو ما عملتوش الرياضه كل يوم، هتحسوا لا ان في حاجه غلط في يومكم، وان اليوم في حاجه غلط، وان انتوا مش قادرين تكملوا يومكم طبيعي. وهتقوموا تعملوا التمارين اللي عليكم. في بيلاتس، في تقدروا تعملوا بالويتس مثلا، باوزان، تشتروا اوزان في البيت وتعملوها في البيت، او مثلا روحوا الجيم.
على حسب التارجت بتاعكم، وعلى حسب انتوا يعني حابين تعملوا ايه، وعلى حسب طبعا امكانياتكم. بس يعني الموضوع بسيط جدا، انكم اسهل حاجه تقدروا تعملوها في الرياضه البيلاتس في البيت، سهله جدا وتمارين بسيطه وبجد حلوه جدا للجسم، وكمان بتحسسكم بنشاط وطاقه حلوه كده في يومكم. طبعا لو مش عايزين تلعبوا يعني، لا مفيش حاجه اسمها مش عايزين تلعبوا رياضه، انتوا هتلعبوا رياضه كده كده. لو انتوا كمان عايزين تعملوا حاجات تانية اضافيه، ممكن تقدروا كمان تتعلموا مثلا لعبه جديده. احنا ليه مش بنهتم برضو بموضوع الالعاب الجديده دي؟ مثلا زي الشطرنج، بجد من احسن الالعاب اللي ممكن تلعبوها في حياتكم. بس الشطرنج الحقيقي مش الموجود على الكمبيوتر ده، لا الشطرنج اللي بجد تجيبوا شطرنج وتبتدوا تتعلموا اللعبه ليها يعني احكام اللعبه ازاي تفوزوا. الحاجات دي كلها ممكن تقدروا تبتدوا تتعلموها. او مثلا لو عايزين تتعلموا لعبة تانية في الدومينو مثلا العبوها. كل الحاجات دي يعني جميلة جدا. بس طبعا اعرفوا ان اي لعبة من الالعاب دي لو انتوا بتلعبوها مع حد على رهان فده حرام. فيعني ايه، حبيت اقول لكم. ف حاجة مفيدة ومسلية، وفي نفس الوقت يعني بعد كده ايه تقدروا تلعبوها مع حد هتستمتعوا بوقتكم جدا. كده يا جماعة ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. وطبعا لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير مع اصحابكم وقرايبكم علشان يستفادوا هما كمان. ولو دي اول مرة تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. واكتبولي في الكومنتس حابين اكلمكم عن ايه في الفيديوهات الجاية. ولو في اي فكرة فيديو انتوا عايزينها اكتبوها لي في الكومنتس وان شاء الله انا هعملها لكم. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي.